وفيما كانت الصحف تتناقل منذ ساعات أن مصر تضع خارطة طريق لإصلاح منظومة السكك الحديدية في دول إفريقيا، وبينما بدأ مطلع الأسبوع وضع أساسات أطول برج بالشرق الأوسط في العاصمة الإدارية الجديدة بتكلفة 3 مليار دولار، كانت أرواح 28 مصري ترتقي إلى السماء في حريق قطار محطة مصر في رمسيس. وكان هناك مصري آخر يموت و6 مصابين آخرين في اصطدام قطار بسيارة نقل في خط سكة حديد مطروح اسكندرية. خالص العزاء والألم لعائلات الضحايا، صبرهم ربي وربط على قلوبهم. حادثتين للقطارات في يوم واحد، حدث استثنائي لا يحدث إلا نادرا في العالم، وللأسف فكل نادر شاذ ابتلينا به في الفترة الأخيرة في أرض طيبة. الشماعة السبب، مين اللي هيشيل الليلة؟ المفروض اللي يشيل الليلة هو اللي هيصلح منظومة سكك حدد افريقيا. اللي هيشيل الليلة اللي بيبني خازوق في الصحراء وبياخد قرض عشان يعمل له قطار، بدل ما يقول اصرف 10 مليار ليه على ارواح ابناء شعبي. ميكانيكي الخطأ البشري فيها وارد، بينما الكهرباء يعني يقدر يجبر القطر ان هو يقف، يبعت للقطر اللي جاي وراه، فالقطر اللي وراه غصب عنه هيقف، غصب عن السواق مش هيقدر يتحكم فيه. يعني تكلفه الكلام ده كله حوالي 10 مليار وشويه عشان نحقق الامان لاهلنا في السكه الحديد لما يركبوا القطر. اللي انا هصرف 10 مليار عشان اكهرب واعمل ميكنه، ال 10 مليار دول لو انا حطيتهم في البنك لو خدت عليهم فايده 10% يعني مليار جنيه، ولو بالوضع الجديد اللي موجود دلوقتي بسعر الفايده يبقى 2 مليار جنيه. المفروض المجرم يشيل الليله، لكن طبعا احنا في مصر في ظل الحكم العسكري نبحث عن كبش الفداء. عاملين المصيبة احنا كعصابة او مش عاملينها نتيجة اهمال شديد، نتيجة مصيبتنا، مش مهم. المهم انت عارف تماما كمصري مين اللي هيشيلها. القضية دي حتى عشان الرأي العام العالمي يبقى موقفنا على الأقل صح، يعني يا إما أنا مدانة يا إما أنا بريئة. ما هي دي المشكلة، هي المشكلة إن هم مش عارفين، مش لاقيين كبش فداء الحقيقة. يعني احنا بنشيل الإخوان حاجات كتير، بنشيل الاخوان حاجات كتير الحقيقه، بس دي ما اقدرش اشيلها للاخوان. لما يعني شايلها للاخوان وعلى مسؤوليتي انا. ورغم ان نشأة الديهي قال ان دي تربيه اخوانيه من شويه، لكن المره دي الخطه اتغيرت شويه. الحادث لم يثبت ان ارهابي، وعندنا معتز مطر متبني رغبه الشعب في فعاليه يختبر بها نفسه، والفعاليه بالصدفه هتحصل النهارده. اذا فليكن المجرم معتز وتركيا واردوغان. مصر عافية، تحيا مصر، مصر عافية وهتفضل عافية بشبابها. رغم ان احنا بتوع السلمية، احنا بتوع الاتوبيس، جابوا كومبارس تعمل اللقطة. ايوه كومبارس بتستخدم دايما في المناسبات الوطنية، دي كومبارس. مش عارف البلد يمشي يرحل من بلده، عايز كيري اللي بيتضرب مني بالشبشب، كيري عايز يقابل كمان سيادة المشير. مع ست الكل الحاجة أم أشرف، عارفة كل اللي بيحصل حواليكي كده، يعني مصرية بلدي، متابعة الأخبار ومتابعة تركيا فين ايه رابعة؟ دي اللي بيعملوها كده، دي الماسونية، بس أنا عمري ما أعملها، دي الماسونية. ندمت إنك رحتي وتعرضتي للضرب؟ لا ما ندمتيش. ونثبت إن إحنا ورا السيسي، مش ورا السيسي، إحنا ورا جيشنا. إيه اللي يسكت حكم العسكر؟ دي البتاعة ديت الماسونية اللي بيقولوا عليها. انت اتفرجتي على توفيق عكاشة وهو بيتكلم على أنا سمعت عن الخشب. ومن كتر إتقانها لعملها، السيسي وأحمد علي جاذب النساء المتحدث العسكري السابق احتفوا بيها وكرموها لأن الإخوان ضربوها. الإخوان ضربوها مع إن مرات ابنها طلعت وقالت الست دي كدابة. اللي عملته ده كان تمثيل في تمثيل. الحاجة عواطف ده يعني حما مفترية بجد، ما شفتش معاها يوم حلو. كفاية كده؟ لا، نزداد فجرا. نزلنا للشارع لآخر مرة لو تفتكروا كان في إبريل 2016 وقت تيران وصنافير.
وانت عارف احنا بلد الصدف، ما نزلناش من سنتين اي فعالية على الارض، متخيل؟ فبالصدفة في نفس توقيت اول اختبار سلمي من سنتين للشعب لنفسه، النهاردة موعد اول اختبار سلمي، اول صفارة انذار. فقال لك دي صفارة الانذار اللي قال عليها معتز كانت اشارة البدء للحادث البشع اللي حصل من 11 ل 11 ونص. كل اللجان والصحفيين اشتغلوا على الفكرة دي كلهم، ان احنا ادينا صفارة انذار من 11 ل 11 ونص. كل حسابات المخابرات اشتغلت على الحتة دي وعملوها حريقة، مع ان الحادثة اعلن عنها لأول مرة الساعة 10:15 الصبح في موقع مبتدأ، وده معناها انها حصلت قبل التوقيت ده. مش بس كده، شاهد العيان اللي سجل في وقت الحادثة قال لك الحادثة حصلت الساعة 9. اسكندرية الناس دي كلها ماتت، واطفال وحريم حاجتهم كلهم، وبص مفيش اي حاجة تثبت. هي الساعة كام؟ كانت حوالي الساعة 9 الصبح. الناس دي بص عيال اطفال وحريم